سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد، وصحايتكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الفيديو تاع اليوم البس جزائري ترند هدايا دار حالة، وعنده شعر هو يدور، عنده هكاك واحد السمانة هو يدور، حتى اليامات هادوما طلع ديريكت ولا في الاكسبلور في التيك توك. نبدأ بالموضوع تاعنا. خويا البس لباس جزائري ماشي غير في المناسبات، تقدر تلبسو بارتو، بصح ماشي غير كي يجي العيد تقول نلبس جزائري غير في المناسبة، تقدر تلبسو بارتو كي تروح الجامعة تصلي مثلا بالجمعة عيد المسلمين، ولا اي حاجة يعني تلبسو نورمال، يعني ماشي عيب، وتفتخر باللباس خاطرش انت جزائري. هذه هي، ماشي تلبس جزائري ها هما خرجوا هالترند شغل باش يفتنوا عليكم وتمسخروا. هذا واش بيهم، هذه تاع البس جزائري واش حبوا يوصلوا لكم الميساج. نوري لكم هذا المواطن واش قال على الترند الجزائري. البس جزائري والله لا ترند يطربك ما شاء الله، ولكنه حق أريد به باطل. رسالتي إلى جماعة المنبطحين النسوية الملحدين العلمانيين اللي يركبوا الموجة في أي حاجة. معليش ألبس جزائري مع أن البروفيل تاعي الحمد لله رب العالمين راكم شفتوا الفوتو دو بروفيل اللي لابس جزائري، ولكن من قضى على اللباس الرجولي الجزائري والحشمة تاع المرأة الجزائرية؟ كنتوا تعايروهم بها بكري، خرجت فرنسا خلات فيكم العرب تاع تفرنيس كما يقولوا، تفرنصوا كما قالوها الشياب تاع. هذه رسالة ليكم يا أيها المنبطحين، تهضروا باش تهضروا، وما رانيش عليكم كامل. نزيد نوري لكم واش قال هذا المواطن تاع ترند البس جزائري، واعطوني رايكم في الكومونتير. سمعتوا بالترند الجديد اللي داروه العلمانيين، قال لك البس جزائري. الغلاف تاع هذا الترند ما شاء الله البس جزائري الحمد لله، ولكن داروا هذا الترند زعما حبا في التراث الجزائري، حبا في اللباس الجزائري، الكاس الجزائري. الكلام يلبسوه حنا دايما نلبسوا القشابيه الجزائريه، نلبسوا البرنوس، نلبسوا كلش. بصح المشكل هنا نتوما علاش ما تلبسوش هذا اللباس؟ واش قال لك لا حنا قلنا غير في الاعياد برك. لا هذا خطا. هنا انت راك تشوه في اللباس الجزائري، هنا انت راك تهين التراث الجزائري. يعني انت هذا اللباس الجزائري تاريخ جدودنا كامل راك تشوف فيه نلبسوا غير فقط في المناسبات. وعلاش الاقمصه يلبسوها على طول العام؟ انا نقول لكم هادو العلمانيين والملاحده قال لك يا باش نغيظوا هادو السلفيين وهادو اللي بولحيا اللي يحبوا الاقمصه، هيا نجيبوا لهم نقول لهم نلبسوا اللباس الجزائري. من بعد كي حاصروهم واش قال لك لا احنا قلنا غير في المناسبات، لانه طول العام ما نقدروش نلبسوه، ما يواتيناش. علاش ما يواتيكش يا خويا؟ نلبسو كي تكمل الخدمه تاعك، البس اللباس الجزائري وخرج الدر برا باللباس الجزائري. يا خويا بالجمعه كي تروح تصلي ولا بالجمعه كامله لبس اللباس الجزائري. وراه المشكل شفتوا نتوما فقط عندكم حب الغرب. وكان صح جيتوا تحبوا الدين تاعكم ولا تحبوا التراث تاعكم ولا تحبوا الوطن تاعكم، كنتوا تفتخروا باللباس، لباس جدودكم. حنا نفتخروا به ونلبسوه دائما، ماشي فقط في العيد. وانتم فقط درتوا هذا الترند باش تغيظوا السلفيين. حنا هذا ما كان، انتم ما بكم لا التراث الجزائري ولا اللباس الجزائري، بكم فقط الحسد والغيره. نقطة انتهى. أمر آخر، كي قلت لبس الجزائري للرجال فقط ولا حتى النساء؟ لأنه لو كان تجيبوا نساء معكم تلبس الملاية قسنطينية ولا الملاية سطيفية ولا راني غلط، تلبس الجلباب تاع بني مزاب، تلبس الحايك تاع عاصمي ولا القبايلي ولا راني غلط. ما تنساوش تاني نهار العيد قولوا لنساكم ولخياتكم اهل تاعكم كامل يلبسوا الملاية والحايك، وانت اضرب فيها عباية ولا اضرب فيها برنوس ولا قشابية. ما تديرش تاند برك هكا البس جزائري وتشوهوا هذوك اللعيبه اللي يديروا اللحيه ويلبسوا مع شابيه وصوالح تاع لباس جزائري. اللباس الجزائري يلبسوه بارتو، سواء في العيد سواء في كي تروح الجامع تصلي كما قال هو. ما تشوهوناش التراث الجزائري، يرحم والديكم. هذه نقطة إلى السطر. جيسبر نكونوا لحقنا الله في هذا الفيديو، وجيسبر يكون عجبكم الفيديو. لا تبخل علينا بالسبسكرايب، أنا أخوكم في الله. وما تنساش دير جيم باش يطلع الفيديو، وما تنساش كل يومين على 6 فيديو جديد. سلام. ديروا ابينو.